عندي قرشة زيتون ما حد ياكلها في البيت، فقلت الأفضل إني أسويها مع الجبنة، أي نوع جبنة أنتوا تختارونها، فراح أحطها في محضرة الطعام وأخلطها. وعندي هني زيت الزيتون، وعندي هني السماق، وعندي فلفل بارد خلنا جهزه ويبه. هني عندي الفلفل الأحمر مع الأخضر فرمتهم وحطيتهم بالمشخال عشان الماء اللي فيهم كله ينزل. وهذا الزيتون بعد ما فرمته بمحضرة الطعام صار بهذا الشكل، شوفونه كذي. الحين راح أخلطه مع الفلفل البارد والجبنة وزيت الزيتون والسماق وأحفظه بالثلاجة. وهذه الجبنة خلطتها وحطيت عليها السماق وزيت الزيتون، ونحفظها في التوربير، وكل ما بغيته عاد حق الشاي والخبز والريوق. حفظتها بالتوربير ونغرقها بزيت الزيتون. وهذه هي الجبنة مع الشاي تهبل.